يلا بينا اقول لكم على طريقه حلوه قوي قوي للكفته، هتعجبكم جدا وسهله وبسيطه خالص، ما فيهاش اي تعب ولا اي مجهود. يلا بينا على الطريقه والمقادير. هنحتاج جزرايه مبشوره، وحزمه بقدونس مفرومه ناعم، وبطاطسايه مبشوره، بصلايه مبشوره، نص فلفلايه انا قطعتها صغير جدا، طماطمايه مبشوره. كل الخضار ده لازم يتصفى كويس من الميه. وفي صينيه دوبت حته سمنه، بعد كده هنزل الخضار اقلبه كويس مع السمنه دي، وبعد كده هروح حاطه عليه توابل: نص معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، نص معلقه بابريكا، وبهار حلو، وجوز الطيب. وهحط معاهم بضايه واقلب تاني الحاجات دي كويس لغايه اما البضايه تدوب خالص في الخضار. وبعد كده هروح حاطه نص كيلو لحمه مفرومه، وابدا اقلب كويس تاني. وبعد كده هحط معلقتين كبار بقسماط ناعم. وبعد كده هروح عجنهم كله مع بعضه علشان الخضار يدوب كويس ويتشرب مع اللحمه. وبعد كده ابدا افردها. الكميه دي كانت في صينيه مقاس 35. افردها بقى كويس وابدا اقطعها كده بايديا كده، اقسمها بايديا كده بالشكل ده، وده بيساعد انها تستوي بسرعه. وبعد كده ابدا ادهن وشها كويس جدا زيت، ما نبخلش خالص في الزيت اللي هنحطه عليها في الوش. بعد كده هندخلها في فرن سخن على 180 لمده 35 دقيقه. نشوفها لقيناها استوت تمام، ما لقيناش استوت نزود الوقت شويه 10 دقايق، ده على حسب من فرن للتاني. وبعد كده بقى هتطلع لكم بالشكل ده. بصوا بقى هي حلوه ازاي، ما كشتش خالص في الصينيه. ده جمال الطريقه دي، انها مش بتخلي اللحمه تكش، وفي نفس الوقت الفوائد بتاعه الخضار كلها بتبقى مع اللحمه، وخصوصا الناس اللي ما بتاكلش خضار كتير. انا بقى حبيت المره دي اقدمها مع بتنجان مخلل وحبه توميه. انا كنت عملت التوميه قبل كده، متنسوش تشوفوا طريقتها هتعجبكم قوي، وقولوا لي بقى ايه رايكم فيها طريقه الكفته دي لما تعملوها. وبالهنا والشفا، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.